ايه اكتر حاجة في الماركتينج بتحسي ان في سوهاج بنفتقدها؟ اولا الكفاءات والمهارات، وان الناس تفهم يعني ايه ماركتنج، ده مش موجود لحد النهارده. تخيلي انا دايما بقول الحكاية دي، مش موجود. يعني الناس بيتهيأ لها انه موجود. انا بشتغل ماركتينج مع نفسي، ولجأت الكتير جدا لشركات تعمل ماركتينج. يعني ببدأ، طب انت بتعمل ايه زيادة؟ طب انا مش واخد ماركتينج ومش تخصص ماركتينج، بس الخبرة في السوق، يعني في الخبرة ان انا بعمل ماركتينج من خلال الخبرات الحياتية. فلما بلجأ لشركات حتى القاهرة، يعني في ناس جابت لي ناس من القاهرة، بقعد اساله اسئله، طب انت هتعمل كذا، طب كذا، طب كذا. لما بساله بحس ان هو معلش انا اسف فاضي. هل ده انا صح كلامي كده ولا؟ حضرتك خلينا نترجم كلام حضرتك انك مش لاقي فاليو حقيقيه تدفع فيها فلوس. ده حقيقي. بالظبط كده. ليه؟ لان الناس دلوقتي احنا بقينا مع ظهور هوجة الاي تي والديجيتال ارت وعالم الديجيتال عموما والاي اي، الناس بقت بتاخد قشور وتبني عليها. بمعنى الناس بتقول الماركتينج يعني يبقى مثلا شغل السوشيال ميديا يقول لك ده ماركتينج، او شو يعني في النهايه هو بيعمل ايه؟ هو بيشبه حاجه زي الماركتنج اللي بتبدا من اول التاسيس ومن اول الاوبريشنز ومن كل حاجه، يختصرها في بوستات على فيسبوك، صفحه فيسبوك. ده مش ماركتنج. صحيح. ده مش ماركتنج. يعني اول حاجه المفروض، يعني على حسب معلوماتي البسيطه، يعني اللي هي دراسه السوق. ده الف ب. يعني انا لما اجي بعمل مثلا دلوقتي مشروع الازهر، انا بعمل حاجات بعتبرها صحيح، انا بعملها بشكل تلقائي وبدون كده. مثلا رحت منزل فورم استمارة، مين يرغب يدخل اولاده معهد النخبة الازهري الخاص. هايل. فاهمه ازاي؟ انا عملت كده دراسة سوق على نوعية الناس واعداد الناس اللي ممكن تقدم في معهد النخبة الازهري. انا بقول انا مقدم مثلا عندي حوالي 1000 اسرة بلا مبالغة، او يعني عدد كبير، مش فاكر كام بالظبط صراحة يعني. لكن انا بالشكل البسيط ده، اللي هي مجرد عملت فورم استمارة ونزلتها على الفيس، وقلت للناس مين عاوز يدخل معهد النخبة الازهري، ولا اذا كنت ترغب في دخول المعهد النخبة. فانا عملت كده الكاتيجوريز اللي الناس اللي بترغب ان تودي معهد ازهري خاص. ما حدش بيعمل كده. اللي هي دراسة السوق، هل يقبل ان نعمل معهد ازهري خاص في سوهاج ولا لا؟ وده سبب فشل اغلب المشروعات. انا في مره كنت في زي ويبينار كده، كان في ناس اصحاب بيفكروا يعملوا مشروعات او اصحاب مشروعات. كل السؤال ايه راي بيسالوا الهوست المضيف، ايه راي حضرتك يا باشمهندس ان مشروع الكذا؟ فلقيت ان الناس مش فاهمه فكره انت السؤال اللي بتساله ده اجابته ايه. بنسمي حاجه اسمها ماركت ريسيرش. ادرس السوق، بعد كده ماركتنج ريسيرش، ادرس بقى منافسين ومين مستهدف والقصص دي. اللي حضرتك بتقوله ده، برغم ان حضرتك يعني حضرتك طبعا دلوقتي دارس ماركتنج، بس لو حضرتك عامله بدون ما تدرس، فهو يعني سبحان الله بتبقى عامله زي التالنت كده. ده بنسميه ريسيرش ابروش، ان انا اعمل سبل وطرق دراسه تخليني اعرف الحاجه دي مطلوبه ولا مش مطلوبه، الناس عايزاها ولا لا، السوق محتاجها ولا لا. هي الفكره كرييتيف مبدئيا. على فكره انا عملتها زمان، شوفي زمان في 2016 عملتها في ليت انترناشونال. حصل. عملت بردي زي كده على ايدي. سؤال بسيط، انت تودي اولادك انترناشونال وتودي بريتش ولا امريكان؟ صح. فلقيت معظم الناس اختارت البريتش واختارت الانترناشونال، فعرفت ان انا ابدا بالبريتش في الاول مش الامريكان. صح. لان لقيت الفئه المتعلمه اللي هم كانوا مستهدفين ساعتها كلهم اختاروا بريتش، ما اختاروش الامريكان، مع انه الاصعب. يعني مع انه الاصعب كتير. بس فالحقيقه الواحد بيعمل حاجات، يعني الحمد لله هي فضل من الله. ودي يعني الصح والله يا مستر احمد. للاسف هتلاقي ان محدش بيعمل ده. هنا الناس بتشمر وتدخل على قسم الدعايه والاعلان، اللي هي ناس عارفاه مسمى دعايه واعلان. الرتوش الاخيره في النهايه في شغل في الباك جراوند الناس ما بتبقاش عارفه عنه حاجه، هو ده اللي بيطلع النتيجه. صحيح. فدايما العملاء مشكلتها، دايما بقول المشكله عندنا في الكفاءات. الناس مستعجله تشتغل وتجيب فلوس وهو مش مؤهل لده، ودي مشكله. الحاجة التانية، الناس مش فاهمة. عارف كل ما العميل يفهم كل ما السوق هيبقى بيعمل فلتريشن نفسه بنفسه. ده حقيقي. هو بصي، أنا اللقاء هو المفروض طبعا نص ساعة، أنا مش عارف مرت إزاي. على كل حال طبعا أنا سعيد جدا 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 بلقائك النهاردة. ده شرف لي. أنا دايما ببقى فخور بالتعامل مع الشباب،
ليه؟ انا بمتص من روحكم يعني. ربنا يبارك فيك. بالكم ولذلك الناس تقول لي انت قاعد شباب ليه؟ عشان دايما بحكي مع الشباب يعني. واحنا بنمتص من خبره حضرتك يا مستر انتوا أحمد. نموذج الحقيقه مشرف جدا، وانا يبارك سعيد في جدا حضرتك. بلقائك النهارده. انا اسعد يا مستر أحمد. شرفتينا. وبالتوفيق يا رب ان شاء الله في معهد النخبه الازهري، يعني ان شاء الله بإذن فكره الله. رائعه بصراحه. ان شاء الله. شكرا ليك يا شكرا. مستر أحمد. شكرا.